انا هي اللي تزوج عليا الراجل وداها فرملية وخدامة باش يفقسني. ولكن ما تخافوش، فرجني فيه مولانا قبل ما يدور عليه العام. مرحبا بكم معايا في قصة جديدة، قصة زهيرة. كتقول زهيرة: انا كبرت في واحد العائلة اللي الحمد لله ما عندناش وما خصناش. كنا بينا 3 د الخواتات وواحد خونا كبير. خويا كان قاصح شوية، كان كيخلينا نقراو شوية في الابتدائي حتى كنوصلو لداك المستوى الثالث ولا الرابع إلا طرنا، وكيقولك الله يجعل شي بركة. لا أنا لا خواتاتي لقينا نفس المصير، قسنا من المدرسة وبدينا كنتعلمو الشقا، وهكاك بقينا جارين حتى كبرنا والحال بقى على ما هو عليه، حتى للنهار اللي غادي يخطبني واحد كحل العفطة، وهو اللي جيت نعاود لكم عليه اليوم. خطبني عبد الله، كان زواج تقليدي بامتياز. شافني عجبتو جا خطبني، ومن بعد تفاهمنا على كل شي وتزوجنا. قبل ما نتفاهمو جا النهار اللي غادي يخطبوني، هنا غنعرف ان السيد قاري بدارو بطونوبيلتو ما خصو حتى شي خير. حتى عائلتو كانوا ناس اللي ميسورين ولا الدار الكبيرة. اصلا باهم هو اللي شاري ليهم الديور، شاري ليهم كل واحد فيهم فولادو شاري ليه دار فين يتزوج ويسكن مع مراته. كبروا بيا الصراحة، ما خلاو ما جابوا ليا. ايوا انا ملي عرفت بلي غادي نسكن بوحدي فرحت قلت غنتهنى من العجوزه، واخا في ديك الوقت ما كنت عارفاها لا واش مزيانه لا واش خايبه. ما كنتش عارفه بلي عجوزتي انسانه اللي الله يعمرها دار. نقدر نقول لكم من احسن العجوزات اللي غادي تشوفوا في حياتكم. اللي غنوحل معاه هو راجلي. انا جاياكم. المهم طيحنا العقد، درنا العرس، داز كلشي ميسر بخير وعلى خير. مشيت معاه، وهنا غتبدا حكايتي مع هذا الراجل. في الاول كان عادي جدا بحالو بحال الازواج الاخرين، كان واخا هكاك شاد ليا الخاطر في الاول. ولكن غير دوزت معاه واحد المده ديال 6 شهور بحال هكاك بداو بيناتنا المشاكل. ولا السيد اللي درتها ما تعجبوش، غير كينتقد: اش هادشي لابسه، اش هاد الطريقه باش كتهضري، ما داك الفولار داير هكاك. انا باش نجاوبو لا ما كنتش فاهمه، كنت اللي قالها ليا كنتقرص ونبدلها. خليت ما درت باش داك الراجل يرضى ويقول لي شي كلمه زوينه، والو اللي درتها ما عجباش، لا في اللباس لا في الماكله لا في كل شيء. بقوة ما كينتقدني على اي حاجه وليت كنتصنع وكنبدل طريقتي حتى في الضحك وفي الهضره، لدرجه انني وليت كنحس براسي بشويه بشويه كنفقد الهويه ديالي، وحتى شكون انا زعما ما بقيتش كيفاش كنت. حيت في دارنا عمرني ما كنت هكا. انا واخا خويا كان مزيرنا ما تخرجوش ما تضرجوش، ولكن في الحدود كنت واحد الانسانه اللي عفويه ضحوكيه نشوطيه ما تشبعش من الجلسه معايا. دابا وليت حاسه براسي بحال في الحبس، كنجلسو على ذوقو، كنلبس على ذوقو، كنضحك كيف ما هو بغا. لا الكبيره ولا الصغيره سوا في الدار ولا فيا، هو اللي كيحكم فيها، هو اللي يقول لي شنو ديري وشنو ما ديريش. داز العام الاول وولدت بنيتي الاولى، وهنا غنبدا نشوف الطغيان ديال هذا الراجل. قالك لا انا خاصني نسبق الولد، قالك هو باغي الولد انا سبقت ليه البنت، وهو كان باغي الولد بحال انا اللي كنختار. شربني المرار في نفاسي. عاد ما زاد في النقير انتقادات 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 انتقادات. اللي طيبتها ما تعجبوش، اللي طيبتها يقولك واش مطيبه برجليك. انا في الاول كنت كنتيق وكنت كنقول يمكن طيابي اللي ما هواش، واخا انا في دارنا ما عمر ماشي حد انتقد ليا الطياب. حتى ولينا كنمشيو لدارهم وكنشوف طيابهم عادي، وماما مسكينه كتضل تشكر ليا في ماكلتي اللي ديتها في يديا، تقول لي تبارك الله عليك بنيتي. وهو اللي درت ما عجباش. كايناش شي حاجه انا ديتها معايا لدارنا لدارهم ما شكروهاش ليا، غير ولدهم اللي حتى حاجه ما عجباه. ولكن ما كان عندي ما ندير، كنت صابره خصوصا مورا ما ولدت. شحال من مرة فكرت قلت نمشي في حالي لدارنا نغضب نطلق كاع. شوية كنفكر ونقول على الأقل هنا راني بداري، حسن ما نرجع لدارنا بالبنت. أنا بغيت البنت تكبر في خير باها، ماشي نرجع لدارنا ونولي نطلب فلوس ليكوش. وعاد زيد البنت فاش غتكبر غيخصوها مصاريف اخرين وزيد وزيد. المهم كنصدق عبر الشبر وجالسة عليه.
وليت البنات كنتفرج في اليوتيوب، ها فيديوهات الطياب، ها فيديوهات الانوثه، حيت من غير الطياب كان كينتقد حتى فيا انا في لباسي، الوزن ديالي، الشكل ديالي. وهذا الشيء مع العلم انني والله الا مهليه في راسي، ديما مدوشه، ديما نقيه في حالتي، داري ديما مجموعه، بنيتي ديما نقيه. ولكن راه المشكل فيه هو اللي حتى حاجه ما عجباه. قلت لكم وليت كنتفرج وكنطبق والو، بقينا جارين على هاد الحال مدة ديال عامين اخرى من مورا ما ولدت بنيتي. عاود حملت المرة الثانية بنتي الثانية، وعاود تاني نفس الفيلم. هاد المرة حتى البنت تنفخ عليها، ما بغى يقرب لها، ما بغى يحاديها، حتى السبوع ما بغى يسب عليها غير ب66 كشيفة. وهذه هي اكثر حاجة بقات فيا في هادشي كامل اللي كنعاود ليكم، هي هاد النفور اللي نفر بنتو. كبدتو، عييت ما نهضر معاه، الله يهديك يا هذا الراجل، قلتها لوالديه حتى هما ما خلاو ما داروا معاه، اللي في راسو باقي نفرها، باقي ما حملهاش، بقى نفرها حتى دارت البنيه مسكينه شي 6 شهور هكاك، عاد بدا كيولفها شويه، عاد ولا شويه شويه مره هكا كيهزها. انا في هاد الوقت كنت والفت هذا الراجل، والفت هاد الشي ديالو، تعايشت معاه، اللي قالها ولا نقول وليت نقول عليها شتيت كل حاجه قدامي بيضه كنشوف فيها بيضه، وهو يقول لي لا هذيك راه حمراء، نقول ليه عندك الحق، حيت عييت. كاين شي مرات اللي ما كنقدرش نصبر كنبدا كنتجاوب معاه، ولكني اغلبيه الاحيان وليت غير كنميك عليه. يا ما عايرني بدارنا، يا ما عايرني بمستوانا المادي، يا ما عايرني بالأمية اللي ما قارياش. مرة نجاوبو، مرة نقول ليه خويا حبسني، انا كون قريت كون وليت احسن منك، يبدا يستهزئ بيا. مرة نشوف فيه نسكت ونقول حسبي الله ونعم الوكيل. المهم كانت هذه هي حالتي معه. دارهم الصراحة لمو لباه كانوا ناس اللي الله يعمرها دار، يا ما داروا فيه على ودي، ويا ما عايروه، يا ما قالوا ليه تهلا في هاد بنت الناس ما غتلقاش بحالها. ولكن الراجل اللي في راسو هضري حتى للصباح، كيدخل هضرتك من هاد الودن ويخرجها من الودن الاخرى. كان البنات كيعايرني ويقول لي غلط اللي تزوجت بيك، ما قارياش، كنت سنيت شويه، كنت ديتها موظفه تجي غير معايا بعدا. وانا شحال كنت كنتاثر بهاد الهضره، شحال كانت كتاثر فيا ما نعاودش ليكم. كنت عاضه في الصبر وساكته حتى النهار اللي كنلقى راسي عاوتاني حامله للمره الثالثه. راجلي هنا وقف ليا وقفه وحده قال لي شوفيه، الا ما ولدتيش ليا الولد هاد المره راه غنتزوج الثانيه، غير باش ديريها في راسك، عاودني منك. شوفوا قمه اللاوعي. واصلا بزاف ديال الرجال ما عارفينش بان نجاح تحديد النسل كيجي من عند الراجل، ما كيجيش من عند المراه. المهم نكمل لكم هذيك الحماله دازت عليا كلها رعب، دازت عليا كحله زحله. نهار اللي مشيت ندير كشف الجنين بلا خبارو كنلقى عندي البنت والمره الثالثه، راح مني النص. ايوا زاد كمل ليا داكشي اللي خصني. انا ما كانش عندي مشكل مع البنت، بالعكس انا عندي بحال انا غير عارفه الجحيم اللي كيتسناني معاه. فاش غادي يعرفها بنت عاوتاني اش غيدير ليا؟ المهم انا فاش سولني قلت ليه ما شفتش وما معولاش نشوف حتى نولد ونعرفوها واش بنت ولا ولد. قلت بعدا على الاقل نبقى هانيه بعدا هاد 9 شهور ديالي ديال الحماله، حتى لديك الساعه اللي بغات تجي. بقينا جارين حتى قربات ليا الولاده، ما حد الولاده كتقرب ما حدني كنزيد نتوتر. عاودت لها جوزتي، قلت لها قال لي فلان قال لي، قالت لي ما ديهاش فيه هذاك راه غير كيهضر، ما ديهاش فيه ما يديرهاش. شيخي تا هو كان واقف معايا. المهم وصلت ليا الوقيته هزني شيخي للسبيطار، حيت انا مشيت عند عكوزتي للدار فاش قربت نولد. هزني شيخي داني ولدت بخير وعلى خير الحمد لله. جا الراجل ايوا غير قالوا ليه بنت، خرجوا ليه القرون، خرج طاير من السبيطار، ما عاودش شفتو شهر، ما عاودش رجع للدار. تخيلوا شهر ديال الايام وهو غابر. خرجتني جوزتي من السبيطار، داتني للدار عندها، نفساتني، تهلات فيا ما نكذبش عليكم. شيخي كيقول لي الماء والشطابه، خليه نشوفوا فين غيوصل. هانتي جالسه هنا معززه مكرمه، ما يخصك معنا حتى خير، ما تهزي الهم من والو. جات عندي ميمتي وخواتاتي، تهلات فيهم عكوزتي ما نكذبش، ما خلات ما حطات ليهم. داز شهر ديال الايام عاد رجع الراجل، جا دار فيه باه ومو تا هي، هزني داني للدار، ولا غير كيقلب ليا على سدبة.
هضره جوج يقول لي انت كتولدي غير البنات، انا خصني تولد ليا الولد، انت غير جالسه كتفرخي ليا انا وشي ما قضيناه كلهم بنات. هضره جوج يقول لي انا غنتزوج لالاك وتكون خدامه نفتخر بها قدام الناس، انت ما قارياش، انت رغم انني والله البنات ما كانت ناقصاني شي حاجه. الزين زينه، الثقافه الحمد لله واخا ما مكملاش قرايتي، كنت كنقلب نقرا من هنا نتفرج، نقلب في الانترنت، الحمد لله واعيه. ولكن هو ما دايزاش ليه من النهار الاول، مع العلم انه راه هو اللي اختارني، هو اللي شافني وعجبته وجا خطبني. يعني نهار الاول راه عجبو زيني. المهم ما علينا، بدا عليا نتزوج هنا وصلت الهضره لباه. جا شيخي مسكين ما خلى فيه غير اللي نسى بالمعيار، قال لي بغيتي تزوج؟ قال لي راجلي بغيت نتزوج. قال لي سمعني كلمه واحده نقولها لك، الدار داري ما غتسكنهاش في هاد الدار. قال لي لا نجيبها نسكنها الفوق. قال لي ما غتسكنها لا الفوق لا لتحت، الا بغيتي تتزوج سير قلب لك فين تسكن، وهاد بنت الناس في هاد الدار فين غتبقى؟ سمعتي؟ بقاو مني منك مني منك، هو والو مقصح راسو باغي يتزوج. ايوا فعلا داكشي اللي كان، مشى السيد خطب، وكان ساق الخبار باللي خطبها في رملية. غتسولوني شكون قالها لي، كنقول لكم ما تعذبت ما تسخسخت على هاد الخبر. هو اللي جاب رجليه وقالها لي في وجهي، قال لي هو كيفتخر كيقول لي تزوجت وحده من مستوايا وكنت شوفي لالاك الا دازت غير من حداك تفهاي، ماشي بحالك غير كتقلبي بريحه الطياب. سمعني السم ماشي الهضره. هو اصلا ديما كيجرحني بكلامه، ماشي غير هاد المره، غير هو هاد المره شويه زاد في لادوز. بناتي مساكن باقي ما فهمت والو، باقيين صغارات فاهمينش رباهم باغي يتزوج ويجيب الدرة. مهم جاب الله شيخي وعجوزتي بعدا الله يرحم ليهم الوالدين في هذا النهار، كانوا واقفين معايا وخلاوني في داري معززة مكرمة. كانوا كيقولوا ليه هذه دارها، ولا شي نهار سمعناك درتي شي مشكل ولا خرجت مقلقة والله حتى غنحيدوا لك الدار ونكتبوها ليها في سميتها. هو هنا شوية تخلع، نقص شوية في المعيار. المهم كي قلت لكم مشى خطب دار العرس، شيخي وعجوزتي ما حضروش ليه، خواتاتو هما اللي كانوا واقفين معاه. قال لك خونا مسكين وقف لينا العار، ما بغيناش نخليوه بوحدو، خا عارفينو غلط ولكن الله غالب، هادشي اللي عطا الله. المهم اللوسه كتبقى غير لوسه. دبروا راسهم، تزوج السيد، هز مرتو داها لدارها، وهنا ولينا في معيار من نوع اخر. ولا يجي عندي مره في السيمانه، صحاب لكم داير نهار عندها نهار عندي، نهار يجي بدا عليا كنت شوفي لالاك فيها كاع داكشي اللي كنت كنتمنى، كنت شوفي اش كتلبس، كنت شوفي لحمها بلا حشمه بلا حياء. وانا صابره صابره ونقول معليش على ود بنياتي، معليش بنياتي باقين صغار. وليت البنات فين ما نهز يدي، فين ما نصلي نهز يدي للسما ونقول حسبي الله ونعم الوكيل فيه، فين ما نصلي نقول الله ياخد فيه الحق. مشات ايام وجات ايام، وبدا داك الراجل كيشكي من المرأة الثانية. بعد ما كان يقولك لقيت فيها كاع داكشي اللي بغيت وفين تباني قدامها، ولا بشوية بشوية كيعمر الدار عندي، ولا كيجي غضبان، بدا يقولك قهراني، بدا كيقرب شوية بشوية. حيت السيد اش كان ناوي، كان معول على السيدة يديها خدامة وتعاون معاها في المصروف. الساعة لقاها مطاورة ولا لا مولاتي، قالت لي اسمح لي فلوسي ديالي ما نصرفش معاك في الدار، نتا هو الراجل قد بدارك، خلاته بوحدو كيصرف على جوج ديور. واللي زاد زيرو قجو هو الكرا، حيت في الاول ما كان كيخلص لا كرا لا والو، الدار عطيها ليه باه. قال واخا نكري هي غتعاون معايا في المصروف ما غنحسش بيها. الساعة جلساتو على احسن قالب، قالت لي انت هو الراجل. ايوا قلت لكم بدا الراجل مرة كيجي كيبدا يتشكى عليا منها، انا غير كنتصنت ليه ما كنقول حتى كلمه. ما نكذبش عليكم كانت لذد بكل كلمه كيقولها، واخا هكاك ما مسامحاش ليه. باقا كنهز يدي للسما وكنقول حسبي الله ونعم الوكيل فيه، والله يزيدو اكثر من داكشي اللي هو فيه. بقينا جارين هكا حتى وصلت بها السيده، ولات كتقولي ما نطيب ما نصبن، انا ما خداماش عندك، راه مرتك الاولى تصبن لك وطيب لك، انا خدامه ما مسالياش. ولا كيجي مبهدل حالته حاله. بعد ما كان معايا ديك الساعه مع نقي حوايجو محددين، كياكل ماكله نقيقيه ديال الدار، حتى من الخبز كان كياكل الخبز ديال الدار. دابا ولا مبهدل،
ما كانش حاس بقيمتي. دابا مشى عند اللي شطبات بيه الارض مزيانه فيه. في الاول كانت كطيب ليه مره ياكلو في الزنقه، مره طيب ليه شويه، غير ولفها ولات السيده باغا تاكل يوميا من الزنقه. كنجي عيانه ما مسالياش نطيب. هو في الاول بقى غادي معاها في الهبال حتى خواليه الجيب، مني ولا كيقولها طيبي ما كيعجبهاش الحال حتى يخرج غضبان تينوضوها حتى يتم جاي لعندي انا ياكل عندي في الدار. كانت هي البنات كتنوضها معاه، كتقولي سحبك انا مراتك الاولى اللي غديرني تحت الصباط، انا ما ساهلاش ليك. حيت لويساتي كانوا كيمشيو عندها وكيعاودوا لها عليا. وحتى انا هادشي كامل اللي كنعاود ليكم راه ماشي كنشدو كامل من راجلي، راه شي كنشدو من راجلي شي من لويساتي، حيت انا كيجيو عندي وكيبقاو يعاودوا ليا عليها. انا عارفه هما ماشي قلبهم عليا، كيعاودوا ليا غير باش يفقسوني. وقلبهم عليا كاع ما يوقفوا معايا النهار الاول. المهم انا ما كنبين والو، دايره فيها هبيله، غير كنسمع وساكته. ما علينا. بقينا على هاد الحال، بقاو المشاكل بيناتهم كيتطوروا حتى ولات هي كتقول ليه طلقني، ما عندي ما ندير بيك، حيت هي ماديا ما وصلاش عليه، وحتى عائلتها ناس اللي ميسر عليهم الله. كانت كدور عند عباد الله الجيران والديها تقول لهم انا بغيت الطلاق، هذا الراجل ما قادش بيا، هذا الراجل ما قادش بالزواج، بني ما قادش بالزواج لاش مجوج، ما قاد يصرف على دارو، ما قاد يكسيني، ما قاد يصبطني، ما زيدني حتى لعبه في الحياه، انا باغا الطلاق. ما خلات لمن قالتها هاد الهضره تشوهات ليه السمعه. الحمد لله ربي جاب لي حقي منه وعلى يديها جا يضربني بيها، صدقات دلاتو قدامي. المهم قلت لكم الهضره داعت حتى وصلت لشيخي. شيخي ما رضاش، مشى لي ما خلى فيه غير اللي نسى. غسلو يا البنات، قال لي واش انا من نهار عقلت على راسي السمعه ديال العائله يضرب بها المثل، حتى جيتي نتايا عيفت الرجاله جاي توسخ ليا السمعه. اسمع ما يجيك مليح، ما تزيدش تمرغ لينا راسنا في الطراب اكثر من هكا، طلق البنت وعطيها حقوقها، والله تنجرك بيدي حتى للمحكمه. زاد قال لي شيخي راه ما عرفتيش بقيمه هاد بنت الناس، عطاك الله بالله راه كيدافع عليا مسكين. ايوا قال لي شيخي ها هي جات اللي توريك خزو من حلاه. المهم حطوا ليه في السطل واللي جاي يطل. هو سحاب لكم نطق بشي كلمه، ما نطق ما تكلم، غير حاضر راسو كي الكلب، ما زادش معاه الهضره ديال شيخي هي اللي كانت فعلا تم الطلاق بيناتهم. وتا هو دورها في راسو قال اللهم يطلقها بخاطرو ولا تمشي دير ليه الخلع، يصدق غير مشوه قدام عباد الله اكثر ما هو مشوه. حتى هي كي شدات براتها قالت لي الماء والشطابه تلقى على البحر، انت ما راجلش تحسبات عليا تزويجه فابور لا يلقيها ليك. حتى هي ما خلاتش لي فاش كانوا خارجين من المحكمه. انا هادشي كتعاودوا لي غير عكوزتي، اما هو ما راضيش يعاود هادشي. هو من بعد الطلاق هزيتي راجل وحطيتي راجل، قطعات فيه الهضره. داك الفم اللي ما كانش كيسدو ولا ديما مخلوي، غير ساهي وساكت كيفكر. تهرسات شوكتو يا البنات، بحال الا دخل في اكتئاب. وانا كنشوف فيه سحاب لكم بقى فيا، والله ما حرك فيا شي حاجه، وبالعكس فرحانه وكنقول قليله فيه، حيت داكشي اللي دوز عليا والصبر اللي صبرت ما غتصبروا حتى وحده. بالحق انا صبرت على داري وبنياتي، ما بغيتش نشتت الاسره ديالي، بغيت بناتي يكبروا في خير باهم ويكبروا في جو عائلي، حيت انا عارفه الا مشيت لدارنا كيفاش غتكون حياتي. خويا اصلا صعيب، ودابا عاد زاد كملها تزوج وجاب واحد المراه سكنها في الدار. خواتاتي كيعاودوا ليا من الاخر ما عندي فين نرجع على البنات. هادشي اللي خلاني نصبر. واخا غتقولوا لي علاش اختاريتي الدل وصبرتي، علاش ما درتيش بحال لالاك ولحتي كيما لاحك وخدمي على ولادك، غنقول لكم الله يحسن العوان، كل وحده وظروفها. هي كتافها كانوا سخان، والديها وعائلتها ميسورين وكانوا في كتافها، زيد عليها خدامه ماشي بحالي انا، ومن نهاري ما عندي اللي يصرف عليا. شيخي وعجوزتي واقفين معايا غير لحقاش مجوجه بولدهم، زعما الا طلقت ولدهم غيبقاو واقفين معايا. علاش غيبقاو واقفين معايا؟ الا طلقت منه غيخرجوا لي ديك 2 ريال ديال النفقه، الا ما عطاش ليا خاصني نمشي ندعيه. فلوس المحامي ما كاين اللي يعطيهم ليا. يعني كل وحده كتمشي على حسب ظروفها. المهم من ورا هاد الشي كامل الراجل عاد عرف بقيمتي،
ولا حاط ليا كلشي في يديا، كيقول لي انتي الراي انتي الشوار. بناتو عاد ولا كيشوف فيهم، عاد ولا كيحن عليهم، ولا كيقول لك ما خصني بولد. طفات ديك العافيه اللي كانت شاعله فيه. وليت نقول ليه حمرا حمرا صفرا صفرا. اللي درتها نقول ليه كي جات كيقول لي مزيانه، ما بقى كيتشرط، ما بقى كينتقد. الحاجه كيما طيبتها ياكلها ويقول الحمد لله. توباتو الفرملية، خلاتو طالب سلة بلا عنب، داتو عندها رباتو، عاودت ليه الترابي ورداتو ليا. الله يكتر خيرها في هاد النهار، والله ما ننسى خيرها. ايوا نكذب؟ انا حاليا الحمد لله تهنيت وارتاحيت وتصنت لعظامي. كنربي بنياتي، باغا نزيد الولد وخا الله شاهد عليا، فرحانه بنياتي، ويني اللي جابها الله فيها خير. اللي ما بغيتش ننساه هما شيخي وعجوزتي، بغيت نشكرهم وشيخي وعجوزتي عوضني بهم الله في بلاصة امي وبا. شحال من واحد كيقول ما كاينش بحال الوالدين، بالحق انا قسما بالله الا هاد الناس لقيتهم في بلاصة امي وبا، وقفوا معايا وكانوا في كتافي، ما خلاونيش ليه يدير فيا ما بغا. قلت لكم شيخي كان كيقول لي الا بغيتي تتزوج خرج ليها من الدار، وكيهددو يقول لي الا نوضتي شي مشكل غنحيد لك الدار ونكتبها ليها. كون ما شيخي وعجوزتي، كون راه الله اللي عالم بحالتي دابا، وكون راه دار فيا ما بغا وخلاني ملوحه في ديور الكرا. شيخي كيحماق على بناتي وعجوزتي حتى هي، كيقول لك هادو هما النوارات ديال العائله، ما يخليو ما يجيبوا ليهم، ما يخليو ما يشريو ليهم، مهلين فيهم. الصراحه تقال ما مخلينا مخصوصين من والو الحمد لله. بغيتكم تدعيو معاهم بالشفاء العاجل، حيت بجوج مرض وصحتهم قلالت. كنطلب من الله يخليهم ليا في كتافي وما يحرمنيش منهم. اليوم جيت نعاود قصتي باش نقول لكم فاش تشوفوا شي وحده راضيه بالدل قولوا الله يحسن العوان. ما كايناش اللي كتفرح الا كانت مدلوله، ولكن كلها وظروفها، والله يشوف من حال كل وحده مغلوبه على امرها، والله يجعل ليها مخرج من عنده. نتمنى القصة الزاهرة تكون عجباتكم وخديتوا منها شي عبرة، خصوصا الرجال. ونتلاقى بكم غدا إن شاء الله في قصة جديدة. ما تساونيش من اللايكات والتعاليق وتابوناو في القناة باش تكبر، وخليت لكم الراحة إلى الغد إن شاء الله.